2002 أريزونا ستيت وكولومبيا يونيفرسيتي عملوا دراسة على منتج وهمي. المنتج ده كانت علبة شوكليت بس شكلها لكجيريس شوية، وحطوا عليه ساين متوفر بكميات محدودة، وعملوا مجموعة تانية من الشوكليتس من غير الساين بتاعت متوفر بكميات محدودة، وبدأوا يعملوا مقارنة بين المجموعتين، نفس المنتج بس واحدة مكتوب عليها متوفر بكميات محدودة وواحدة مش مكتوب عليها حاجة خالص. الغريب بقى ان الناس قيمت المجموعة التانية اللي مكتوب عليها متوفر بكميات محدودة على انها كواليتي اعلى بكتير من التانية، برغم ان هما نفس البرودكت. لما جم بقى حللوا الدراسة دي طلعوا ان الندرة بتحسس الكاستمر بقيمة البرودكت اكتر، وده يرجعنا للسكارستي افكت، او زي ما بنسميه بالعربي الاحساس بالندرة. ودي بقى ليها امثله كتير جدا زي اخر فرصه، كميات محدوده، الجمل اللي بترفع ان الشويه اللي موجودين دول هم اخر شويه موجودين في الحياه، او حتى limited edition اللي احنا بنشوفها كتير، لانها بتحسس الكاستمر بتاعك ان هو مميز في حته، او ان هو اجتاز حاجه مفيش حد عارف ياخدها غيره. وعلشان كده دايما بقول ان الاوفرز لازم تبقى ليها limited time، ما ينفعش تسيبها له مفتوحه قوي لان هو ممكن ياجل على اللونج تيرم لدرجه ان هو ينسى يشتري. ودراسه تانية اتعملت من الجامعه الامريكيه اثبتت ان الاعداد القليله او الليميتد كوانتيتيز بتخلي العميل بيقدر البرودكت اللي هو بياخده. وبس كده، ما تنساش تستخدم السكارستي افكت المره الجايه وتقولي الريزلتس بتاعته في الكومنتس.